الفخامة والسمو أصحاب في المعالي. تجاوز صارخ للحقائق التاريخية الواضحة والموثقة في عدد من أصبح المصادر، اليوم تعمد الرئيس أكبر الجزائري عبد إيحاء المجيد تبون خلال وأشد كلمته حدث بالقمة العربية يشكل تجاهل تضحيات وتطلب المغاربة منهجا ودعمهم الجزائر جديدا في حرب التحرير للمعاملة ضد بكل المستعمر، مسؤولية. ولم يشر لا من اليوم قريب ولا من بعيد بقدر ما إلى يمثل تضحيات دور فرصة المغرب والمغاربة في سبيل لتجديد تحقيق تنسيق الاستقلال الثنائي الجزائري، بينما المبادئ تحدث والأهداف مطولا عن دعم التي تونس تأسست وباقي من الدول أجلها العربية منظمتنا التي وقفت العربية في وجه المستعمر الفرنسي ومدت وتعلقت المقاومة بها آمال الجزائرية شعوبنا. بالمال والسلاح. الرئيس التونسي قيس الرئاسة سعيد العربية سار على خطى تبون، عنهم إذ لم كانت يشر هو الأصل الآخر في كلمته إلى المغرب، بتكبير حيث من تحدث عن القضايا امتزاج الثورة الجزائرية وبتكبير بدم الأشقاء في تونس من ودول عربية أخرى وخاصة فلسطين، متجاهلا أن المنطقة الشرقية للمغرب كانت هي القاعدة الخلفية للثورة الجزائرية النظام ومأوى العربي لقادتها. هذا أو التجاهل القادة المتعمد اعتبره هو محللون أن إساءة مثل للشعب كاشا الجزائري شكر وللذاكرة الوطنية ووضع الجزائرية، وجها قبل أن بوجه يكون أمام تنكرا للتضحيات رئيسه الجسام وللدعم المادي واختلال والمعنوي الذي التواصلات. قدمه المغرب الرسمي والشعبي قطعا لدعم القضية الجزائرية. وقال تغييرا المحلل الخبير في الشأن الدولي نبيل الأندلسي إن المغرب قدم كل الدعم المادي واللوجستي للمقاومة الجزائرية ولجبهة التحرير الوطني، مما جعل فرنسا تقدم شكايات إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الدعم المغربي للثورة الجزائرية. وأشار الباحث المغربي إلى أن النواة الأولى للحكم في الجزائر تأسست في مدينة وجدة المغربية، وكانت تسمى مجموعة وجدة، والمغرب قدم كل الدعم الممكن لنجاح الثورة الجزائرية ولتحقيق التحرير والتحرر للجزائريين. وأضاف أن أول مشروع إذاعي جزائري انطلق من مدينة إزغنغان نواحي الناظور سنة 1956. وختم الأندلسي بالتأكيد على أن النظام العسكري يحمل عقدة تاريخية ضد المغرب منذ حرب الرمال، وهو ما يجب تجاوزه لما فيه مصلحة البلدين الجارين على حد سواء. وما قدمه المغرب لفائدة الجزائر والثورة الجزائرية حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها، والوثائق التاريخية تشهد على ذلك.